حادث للأرواح بأقسى فاجع حطم، وفي الصدر شب من هوله 100 بركان، وبعده الحزن في غولة عاجب خيهم، وضاق من في خامر من شدوة الأحزان. وابو علي قال أن القلب وتألم على رجال الوفاء والجود والإيمان. كتب كلماتها الشاعر أبو علي صاير الغولي باسمه وباسم قبيلة غولة عجيب، وهي رثاء في صديقه العزيز المرحوم الشيخ نجيب صالح إمران، وابن عمه المرحوم الشيخ محسن مصلح إمران، والذي وافاهما الأجل أثناء عودتهما إلى أرض الوطن بعد أداء فريضة العمرة رحمة الله تغشاهما. أداء الشاعر أبو عزة إبراهيم. يلا لك الحمد ما بعد السما زرجان، وعداده ما من سحابك شنات الأمزان، لك البهقة والخلايق كلها تعدم، والحكم لك أنت وحدك يا عظيم الشان. ماشي من الموت كاين حي بيسلم، لكل مخلوق قيمته لو يكون مكان، كلن يراجع حسابه قبل ما يندم، يعمل بدنياه الاشياء ترضيه. وابو علي قال ضاق قلبي وتألم من وقت ما جاء خبر حادث نايب عمران، حدث للأرواح بأقسى فاجع حطم، وفي الصدور شب من هوله 100 بركان، وبعده الحزن في غولة عايب خيام، وضاق من في خامر من شدة الأحزان. نجيب ومحسن رفاق الدربي وابن عم، الابن والأم والعمة والحاز أخوان، يا حناتي مثل ما كسح لغم الأسجام، حنات كوادي شتوف لك منها الجدران، حنين من قلب بنواع الضجر مقام على رجال الوفا والجود والرب، التواضع والهمز الطيب والبلسام، لكل صاحب لهم والأهل والجيران، والشخص منهم إذا سيرتي شال الهام، عن 1000 صاحب يرجح كفات الميزان، تحصل الطيب ينفح لقادة تكلم، والمرجالة والشهامة والوفا يكتم، لو 1000 بيت هاجزي في وصفهم نظام، ما ظنيتك في حروف الشعر والقفان، من بعد ما طافي كل منهم وحرام، ورداد التلبيه للواحد ديان، وطهر الروح في الكعبة بما زمزم، سلام لراحه لترقى جنات الرضوان، هذه علامة حسن ختيمها واعلام، يا سامع القول واوسع باب للغفران، اشتاق كلنا منهم بعد ما قدم، فرضه لملك الأحبه في الأوطان، لكن لاقاهم بيشفق مننا وارحم، وحفاهم برواء استقبال حور عيون، واسكن لهم داري فيها الروح تتنعم، بجنات الخلد دار الفوز والإحسان، ونسألك يا إلهي باسمك الأعظم،
يا أرحم الراحمين يا حي يا من تغفر وترحم لهم وإن شملهم يلتام بشمل طه وخير الصحب والأخوة تغفر وترحم لهم وإن شملهم يلتام بشمل طه وخير الصحب والخلان والأهل يا رب فرج كربهم والغم والهم لهم باحتساب الصبر والسلوان واسكى صلاتي على من للأمم علم محمد المصطفى من جاء بالفرقان.